السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قضية جديدة ونهار جديد. إذا ما تنسوش لي لايك التعاليق والبارطاج ديالكم بطبيعة الحال. شدوا ليا شي بليصة ولا شي ركينة تكون كالم وترونكيل وشي بريريد ديال اتاي ولا شي كاس الشيبة، بالخصوص مع هاد البرد هذا، لان هاد القضية اللي غنهضروا عليها اليوم ما نعاودش ليكم، دماغكم غادي يوقف. نبداو. درتوا لي لايك من بعد ديروا التعاليق ماشي مشكل. الناس اللي دخلوا جديد وكيعجبكم هاد النوع هذا ابوني. اذا على بركه الله، اليوم خوتي غنمشيو غنسافروا لتركيا. تركيا في احدى الضيعات فين كاينه واحد العائله اللي كتكون من 4 الاشخاص، الاب والام وجوج بنيات. البنيه الكبيره عندها 19 عام، البنيه الصغيره بلا ما نهضروا عليها، لان موضوع الحلقه ديالنا اولا الشخصيه الرئيسيه في هذه القضيه هذه هي البنيه الكبيره. البنيه الكبيره مسكينه عندها واحد النقص في الدماغ ديالها، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه، لهذا دارهم سواء الام ولا الاب ما كيخليوهاش تخرج بوحدها وديما في الدار، حيت كيخافوا عليها وفي هذاك النيه وداك البراءه. يعني هادوك الناس اللي كيكونوا مساكن اي حاجه كتقولها لهم كيتيقوها. الاب كيخدم في احدى الضيعات في تركيا، كيمشي كيجلس تقريبا يومين 3 ايام وكيجي واحد النهار وكيعاود يرجع عاوتاني. يعني في الدار كاينه غير الام وكاينين جوج بنيات ديالها. ما علينا، البنت الكبيره ما كتمشيش للمدرسه وما كتخرجش وديما في الدار. اذا الوقت ديالها تقريبا كله فاش كتضيعوا على التليفون او على الطابليط وهي كتشوف من هنا من هنا من هنا من هنا. هنا غادي تعرف على واحد الشاب اللي سميتو جمعة، واللي في العمر ديالو هو 25 عام. غتبدا تهضر معاه اليوم، تهضر معاه غدا، هاد السيمانه الجايه. المهم بدات كتهضر معاه، البنت وصلت ل20 عام. واحد الوقيته تيقول لها شوفي هضري مع امك، قولي ليها اولا دوزيها لي في التليفون، راه انا باغي نجي نخطبك، باغي نتزوج بك. وهاد جمعة هذا حتى هو ساكن غير حداهم تما النيت، يعني الناس كيعرفوا بعضياتهم. فعلا هادشي اللي وقع. عيط ليها، دوزات التليفون لامها، قالت لها راه بغيت يتزوج بيا. هنا الام هضرات معاه، رحبات بالفكره، قالت له صافي راه ما كاينش باها، ولكن ملي غادي يجي غنهضر معاه وغنردوا عليك. واش ممكن نبقى نكلم بنتك مره؟ قالت له ما كاين حتى مشكل. فعلا هادشي اللي وقع. ولا هاد الجمعه ديما كيهضر مع البنت في التليفون. ملي جا الزوج ديالها دوز ديك اليومين ولا 3 ايام في الضيعه اولا في الخدمه، جا للدار. هنا مرتو كتقول له اشنو وقع، راه جمعه ولد فلان هضر معايا في التليفون، راه باغي بنتنا للزواج وباغي يجي باش يخطبها، قول لي فوقاش نديرو معاهم. الاب قال ماشي مشكل، مادام كاين واحد وباغي بنتي كيف ما هي نتوكلوا على الله. فعلا داروا معاهم النهار فاش غيجيو وفاش غادي يخطبوا البنت. مازال ما تزوجش بها، غير خطوبه باش يولي يدخل ويخرج كيف ما بغى. هادشي هو اللي وقع. فعلا داروا واحد النهار، جا جمعه جاب عائلته، ايضا العائله ديال العروسه كانوا موجودين وكانت عمتها. المهم دوزوا واحد النهار اللي كان زوين بزاف. البنت ما قداها فرحانه بالخصوص انها ولات كتبغيه ولات كتحماق عليه، واول واحد كتهضر معاه في حياتها، ما عارفه حتى شي واحد من قبله. ما علينا، ولا كيجي عندهم جمعه للدار ديما خارج داخل خارج داخل. ولا ملي كيعيط ليها في التليفون تيقول ليها دوزي لي يمك، كتبقى تهضر معاه اليوم نص ساعه، غدا ساعه، بعدو ساعتين، حتى ولا كيشد الهضره هو والام ديال العروسه حتى ل3 السوايع في النهار.
يعني ما كيعيطش على البنت ولا كيهضر مع الام ديالها. ملي ما كيكونش الاب ديالها في الدار ولا تيبات معاهم حتى شي ليلات. هاد الشيء في الصراحه ماشي هو هذاك، لان ما يمكنش يجيبات عندهم في الدار والراجل ما كاينش خدام على برا، الراجل اولا مول الدار ما كاينش في الدار. هاد الشيء هذا ما قالتوش هي لا لباها ولا المراه قالتو لراجلها. واحد النهار باها جالس خدام ما عليه ما بيه، جالس مع راساتو خدام، كيجيه التليفون، الو السلام عليكم. عليكم السلام. معاه بات جمعه، هو اللي عيط لبات العروسه، قال له شوف الله يرحم الوالدين، بغيت نقول لك واحد القضيه، ولدي جري عليه ما يبقاش يجي عندك للدار، لانه باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرق. يلا كيف هضرنا وولدي ما يصلحش، يعني ما يمكنش يبقى يجي عندكم للدار وانت ما كاينش. قال له واخا الله يرحم الوالدين. فعلا حط حوايجو، بدل حوايجو ديك الساعه وشد الطريق. في الليل كان في الدار، هو يجي عند مرته مع دخل مع داك المغرب تقريبا، السلام عليكم. عليكم السلام. مم اللي فاش تجي اليوم وهذا؟ قال لها جيت، قولي لي جمعه اش كيدير عندنا في الدار وانا ما كاينش. قالت له لا ما كاينش من هادشي، هادشي كله كذوب وما كيجيش عندنا وما كاين حتى حاجه من هادشي. البنات تعجبوا كيفاش الام ديالهم كتكذب وهو كيجي وكيقيل معنا في الدار ويبات معنا حتى في الدار. هنا الاب قال يمكن ما عرفتش، المهم نقولوا تقريبا تيق مراتو. عاوتاني كيمشي للخدمه. الغريب في الامر بقوا التليفونات اللي كيشد مع المراه، ولا حتى ملي كيجي للدار وما كيكونش مول الدار في الدار شنو كيدير؟ تيجلس معاهم، كيهضر معاهم، كيقشب معاهم، ولكن ملي كيبغي ينعس كيمشي يدخل لبيت النعاس ديال المراه وراجلها وكينعسوا مع بعضياتهم في هذيك بيت النعاس. هنا البنات ما فهموا والو، ولو السيده شويه مختله مسكينه عقليا، ولكن راه كتعرف شويه اللي هو منطقي واللي هو ماشي منطقي. البنات بداو كيهضروا الخواتات مع بعضياتهم. واحد النهار قالوا اجي كيفاش امنا شنو كدير مع جمعه في بيت الناس. طلوا من الثقبه ديال الساروت شافوا واحد المنظر اللي شنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. تصدموا، ما لقاو ما يقولوا، بقاو صابرين وكيشوفوا اليوم على غدا، اليوم على غدا والو. واحد النهار هي تنوض البنت قالت للجمعه وقالت لامها شوفوا راه الا ما بغيتوش تحشموا وما بغيتوش تدخلوا سوق راسكم، هاد الشيء هذا اللي كديروه راني غنقولها لبا. ناط ليها امها ما خلاتش ليها، عطاتها قتله ديال العصا وقالت ليها زيدو انتي غير حمقى، الا قلتيها لباك غنقول له راه كتكذب. حتى هو ناض ضربها وغوت عليها وقال ليها الا قلتيها ليه من اليوم ما باقي تشوفيني ما نشوفك. وبحكم ان البنت متعلقه به واول حب في حياتها وخافت منهم لانهم هددوها باش يقتلوها، ضربات الطم وسكتات. ولكن هما ما حبسوش في هذا الشيء هذا، تماداو وتماداو وتماداو. دازت واحد المده ولاو الناس كلهم كيهضروا في ديك الضيعه. عاوتاني كيجي الراجل اشنو واقع، واش كيجي ما كيجيش؟ قالت له المراه والو ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء. واحد النهار خرجت عند جارتهم، هما يشدوه البنات بجوج، وبالخصوص المعنيه بالامر البنت الكبيره. قالت له با بغيت نهضر معاك بيني وبينك ولكن ما تفضحنيش، وخايفه وكترعد. هنا باها شنو قال لها؟ قولي يا بنتي وما تخافي من حتى شي حاجه. قالت له ولكن توعدني ما دير حتى حاجه لماما، لانها كانت خايفه لا يمشي يقتل جمعه ويقتل الزوجه ديالو ويمشي للحبس ويبقاو البنات ضايعين. اذا خداها بلاتي هي احسن. بدات كتعاود ليه، قالت له عفوا، قالت له شنقول لك،
راه ملي ما قالت له راه ملي ما كتكونش وكتكون مشيتي للخدمه راه جمعه ديما كيجي عندنا للدار. الغريب في الامر انه كيبات معانا وكيبات مع ماما في نفس البيت ديالكم، في بيت النعاس ديالكم. قال لي اش كتقولي؟ قالت له شوف، هنا كانت هي دايره واحد الفيديوهات، ولكن ماشي دايره الفيديوهات يعني كانت قاصده انها تشد الدليل على جمعه وعلى امها، لا، كانت دايره داك الفيديوهات يبقاو عندها غير ذكريات ولكن نفعوها. قالت له شوف بابا، هانتا وراتو داك الفيديوهات، الراجل تصدم ما عرف باش تبلا، اش غيدير، اش غيقول للناس، اش يقول لعباد الله، جمد بلاصتو. ملي دخلت مرتو قال لها اجي انتي لهنا، قولي لي كنقول لك جمعه ديما جاي وراه كيجي عندكم للدار، ملي ما كنكونش كتقولي لي لا ما كاينش. شكون قالها لك؟ البنات عاودوا ليا كلشي. قالت له لا، هذيك غير حمقى وهبيله وزيدون راها كتكذب. ما علينا. والفيديوهات اللي عندها في التليفون ديالها هنا سكتات، بدات كتدخل وتخرج ليه في الهضره. ما علينا. البنات بداو كيغوتوا، بداو تيبكيو. الاب شاف فيهم حنا رسول الارض، خرج باش يقضي الغرض ويجي. في هذيك الخرجه اللي خرج هي شنو دارت؟ كان اصلا ديك الساعه الليل، عيطات الجمعه في التليفون، خدات الذهب، خدات الفلوس اللي خدم عليها حياته كامله تقريبا 30 ولا 40 مليون، جمعاتهم باتت ما صبحات. الصباح كيقلبوا على المراه فينا هي، ما كايناش. جمعه حتى هو فينا هو ما كاينش. والمشكل ما كانوش عارفين باللي حتى هو راه ما كاينش. هو كان الاب ديالو مديكلاري به لانه هرب من الخدمه العسكريه، وباه شنو باغي يدير؟ باغي يتهنى منه. هو ديكلارا به هرب من الخدمه العسكريه، اجي وديوه ها هو كاين في الدوار، راه كاين في الضيعه. ملي ساق الخبار هرب مع الام. هنا خوتي اش غادي يوقع؟ كينوض هاد الاب هو وبنته كيمشيو لواحد البرنامج اللي عندهم في تركيا. هذاك البرنامج بحال نقولوا المسامح كريم، اولا داك البرامج اللي كاينين ديال جوج، مثلا ديال جوج قرداحي. مشات البنت اولا البنات بجوج، مشى الاب ديالهم والعمه ديالهم، خرجوا في داك البرنامج، هضروا، شرحوا كلشي شنو واقع. هنا الرأي العام التركي كيهتز لهاد الخبر وهاد الصدمه هادي، ولاو تقريبا تواركا كلهم كيستنكروا هادشي اللي وقع لهاد البنت هادي. وحتى الام ديالها كيفاش عطاتها خاطرها انها دير هادشي للبنت ديالها، ولا كلشي كيهضر عليهم. الغريب في الامر ان هاد الام هادي ما حشماتش على عراضها، لا هي ولا جمعه. جاو حتى هما من بعد 20 يوم على ما دازت البنت والاب ديالها في البرنامج، جاو حتى هما قال لك باغيين حق الرد. من رد غادي تردوا؟ واش من وجه باش غتقابلوا الراي العام؟ والراي العام التركي في داك الوقت كله تعاطف مع هاد البنت هادي. فعلا جاو، والاب والبنت كان وصلهم ديجا الخبر باللي غادي يكونوا حاضرين. هنا مشاو حتى هما حضروا البرنامج. اذا ملي جات الام ومعها جمعه، ملي سولهم مقدم البرنامج شكون نتوما، قالت له انا هي الام ديال فلانه وهذا هو جمعه. هما عند بالهم جايين باش يشرحوا الموقف ديالهم او لا ينكروا او لا راهم تظلموا. ولكن تصوروا معايا خوتي الصدمه اللي ما غاديش تدخل لكم لدماغكم. جمعه قالوا له شكون هادي؟ قال لهم هادي اللي كانت غادي تكون امت مراتي، ولكن انا دابا باغي نتزوج بها حيت هي حامله مني وعندها 3 شهور. جمعه كان يلاه 6 شهور باش عرف البنت ديالها اللي خطبها، يعني حملات منه وهي باقا في دارها. تصوروا معايا بشاعه المنظر، كيفاش انت باغي تزوج بواحد المراه اللي هي باقا ما طلقاتش
واللي المفروض انها تكون نسيبتك. هنا الناس كلها تلفات والناس كلها كانت ضدهم. ولكن الجميل في هذا اللقاء هذا انهم هما باقيين في البرنامج، وكيدخل عليهم البوليس وكيهزوهم وكيديوهم. علاش؟ لان ناضوا الجمعيات ديال المجتمع المدني للناس ذوي الاحتياجات الخاصه، داروا شكايات، ناضت عليهم واحد الضجه ما فيها ما يتشاف. هنا اش غنقول لكم اخوتي، زنا المحارم راه مصيبه كحله. من بعد ناضوا الناس اشنو كيقولوا؟ باللي هاد الام هادي عفوا، هاد الام هادي كانت اصلا على علاقه بجمعه، ولكن هي اتفقت معاه باش تضحك على بنتها وباش تحطم بنتها. يعني ملي غادي تقولي ليه سير تعارف مع بنتي ودوزها ليا واجي خطبها، وتضحكي على هاد البنت هادي اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصه وتعلق به باش ديري انتي داكشي اللي بغيتي، هنا غنقولوا باز. ما كاينينش شي امهات بحال ما هكا، يعني كانت متفقه معاه باش تحطم بنتها، ما عندهاش شي تفسير واحد اخر. وهنا كنرجعوا ديما تنقولوا الحرام باين والحرام باين، يعني كلشي راه باين. هنا ملي كنقولوا كاينين بعض الوالدين اللي كيخليو لولادهم باش يفتخروا بهم، وكاينين بعض الوالدين اللي كيقولوا معيوره ونقمه لولادهم. والميساج راه واضح اخوتي. شكرا لكم والى اللقاء، ونتلاقاو في قضيه اخرى وفي موضوع جديد. مع السلامه.